القناة يفوز على منتخب السويس. كانت مباراة قوية للغاية، وكان السويس يعلقون عليها طبعا آمال كبيرة. يعني رمضان السيد قبل المباراة قال أنا ما زال لدي الأمل. تعتقد أن بعد هذه الهزيمة ضاع الأمل؟ لا 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 لا, لا. المنتخب السويس 24 بونت. المتصدر لهذه المجموعة عنده كم بونت؟ 37. هو طبعا يعني إذا كنا بنتكلم على النصر وبنقول إنه لسه عنده أمل، يبقى أكيد السويس برضه لازم يبقى عنده أمل، ولسه فاضل دور كامل. أتصور إنه هي طبعا أخرت، يعني إن أنت تخسر 3 بونت مع فرقة برضه. على فكرة القناة عدت السويس دلوقتي. ف يعني يا ريت برضه منتخب السويس، لأن أنا بأكن لهذه المحافظة كل تقدير، لأن أنا اشتغلت في السويس أكتر من مرة هناك. أتمنى ان هم يلموا بعض، والموضوع لسه موجود ومحدش يعرف الكوره فيها على فكره بتعجبني جدا يا كابتن احمد في كل حاجه بتدعو الى اللحمه طبعا. الناس تلم بعضها، لان بالتفرقه محدش يعمل حاجه. يا كابتن عبد الناصر اوعى تتصور ان واحد يجي يقول لك ده مدير فني عالمي وهو اللي بيعمل معرفش ايه. في حاجات كتير قوي 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 غير التدريب وغير الملعب هي اللي بتاثر على النتائج. ما ينفعش ان انا اشتم لعيب النهارده واللعيب ينزل يلعب. ما ينفعش ان انا اقول للمدرب اخر تجربه للمدرب. الكلام ده كله يا جماعه لازم الناس تفهم ان كرة القدم لا تدار فقط في الملعب. كرة القدم بتقعد اسبوع. الملحوظة دي بس بيقول لي عليها صديقي كريم، غيروا اللبس يا كابتن كريم. لانهم كانوا في الشوط الاول بيلعبوا بنفس الدرجات. فلعب الشوط الاول بلبس هو نفس الدرجات، واجبرهم على التغيير في الشوط الثاني. يعني الحكم كان في التوان. هنتكلم بس على الحكم. خلي بالك القناة كمان بيلعب في الملعب الفرعي يا كابتن، مش في الاستاد. ما بيلعبش في الملعب الرئيسي. مش في الاستاد. اتفضل يا كابتن احمد. زي ما بقول لك انا يا استاذ عبد الناصر، كرة القدم الامتحان بتاعها ال90 دقيقة بتوع المباراة فقط، انما انت بتذاكر طول الاسبوع. فاتمنى ان الناس تفهم ان كرة القدم لعيبة ومدرب وادارة وجمهور دي كلها علاقة متكاملة، والناس النهاردة لازم يقفوا جنب اللعيبه. هدف القناه طبعا زي ما احنا شايفين يا كابتن احمد، ولكن مش عايزكم تحطوا عينكم بس على سيد عبد الغفار. بطيء 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 وتحركاته غريبه في الماتش ده بصراحه. في بعض الحكام يا كابتن بيتصوروا ان هم اكبر من المباراه. وهذا شيء بصراحه انا لا اقبله تماما. يعني النهارده لازم تبقى متفاعل مع المباراه، لازم تحسس الناس بقيمتها اللي انت جاي تحكم لهم، عشان الناس كمان تدي لك قيمتك، وعشان الناس كمان ما تعترضش عليك في كل قراراتك. فانا ما اعرفش طبعا هو الكابتن سعيد عبد الغفار دي اللعبه اللي حصل فيها الاحتجاج. هم ضربوا في ضربه جزاء، وبعد كده او احتساب الهدف هو لا حسب ضربه جزاء ولا حسب هدف. ولكن خلينا يا ريت نرجع لها دي يا خالد بعد اذنك، علشان هي عليها لغط، وكنا الكاميرا الوحيده